الدولار داخل في 50 والتاجر المصري مستني يفشخ المصريين. يعني رسالتي بقى للتاجر المصري المحترم ابن الأحبة، لا مؤاخذة يا جماعة إلا ما رحم ربي، طبعا في ناس محترمة جدا يعني، لكن للأسف الشديد يعني الدولار قبل كده عدى الحاجة و70 جنيه، فالأسعار ساعتها عليت على السعر ده ماشي، فلما بيجي بينزل الأسعار بتفضل زي ما هي، لا ده بالعكس ده بتغلى تاني ماشي، فهو أصلا وصل لسعر أعلى من السعر اللي هو داخل فيه دلوقتي، فما تجيش بعد إذنك أنت وهو يعني تعلي الأسعار على الغلبان. الناس بتتفشخ. احنا للاسف الشديد احنا آه، الدين على البطاقه، انما في التعامل احنا كل واحد عايز يفشخ التاني، الا ما رحم ربي، طبعا في ناس محترمه جدا وتعرف ربنا، لكن في ناس بنت احبه، لا مؤاخذه بقى يا جماعه بقى، خلينا بقى ايه نتكلم بجد بقى ماشي، الا ما رحم ربي. فبالله عليكم بقى كفايه نيجي على الغلبان، كفايه نيجي على الغلبان، الجشع بقى والطمع والاستغلال في وقت الازمات ماشي. ان شاء الله يا رب، ربنا يا رب يحرس المنطقه كلها، وربنا يسترها علينا وعلى اهالينا باذن الله يعني، وربنا يحرس مصر والمنطقه كلها باذن الله يعني، وان شاء الله خير باذن الله. بس بالله عليكم بلاش نستغل بقى الناس بقى وقت الازمات يعني. يلا ان شاء الله خير. السلام عليكم. هيت يا عم ميسو.